السلام عليكم. اليوم راح أقدم لك طريقة عمل خبز العدس لأصحاب الدايت وأصحاب مرضى السكر وكذلك حساسية الحنطة. طبعا طريقة كلش سهلة وبسيطة وموادها متوفرة بكل بيت وما تاخذ وقت هواية بالتحضير. هذا عندي كوب عدس نقعته حوالي ساعة وبعدين صفيته من المي وخليته ينشف. بعدين أخليه بالخلاط وأضيف له 3 بيضات وملعقتين أكل روبة سفن أضيفها على المكونات. بعدين أضيف ملعقة كوب بيكنج باودر مثل ما تشوفين بالصورة، راح أضيفها على البيض والعدس والروبة سفن. كذلك ملعقة أكل ملح ونص كوب زيت، هذا نص كوب زيت وملعقة العفو كوب ملح. بعدين أخلط بالخلاط، أخلطه كل زين لما تتجانس كل المواد سوية. ورا ما خلطته راح أجيب قالب مستطيل وأدهنه وأخلي له ورق زبدة مثل ما تشوفون بالصورة حتى ما تلتصق عندي بعدين من أطلعه من الفرن، وأخلي بيه الخليط مثل ما تشوفون وأدخله بالفرن درجة حرارة 180. أشغل فقط الجوة، ورا نص ساعة تقريبا يستوي أشغل عليه الفوق. وهذا شكله النهائي بعد أن طلعته من الفرن. باع شلون منفشة وطيبة وشكلها يشهي، أتمنى تجربوها. لا تنسون تخلون لايك واشتراك وتفعلون جرس الإشعارات. هاي شكلها بعد أن قطعتها. أتمنى عجبكم الفيديو، أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله. في أمان الله.